تخيل معايا كده يا عبقري انك تصحى من النوم، تلبس نظارة وتلاقي نفسك في عالم تاني. تروح المدرسة وتقابل صحابك وتلعب وحتى تروح الشغل، وكل ده وانت ما طلعتش من اوضتك اصلا. والموضوع ده مش خيال علمي، في شخص فعلا بيعمل الموضوع ده وهو مارك زوكربيرج. ومارك زوكربيرج هو مؤسس شركة فيسبوك او حاليا اللي اسمها ميتا. بس في سؤال مهم دلوقتي، هو ليه عايز ينقلنا لعالم افتراضي؟ في الفيديو ده هنعرف الإجابة ونفهم القصة. ازيك يا عبقري؟ القصة بدأت في 2004 مع طالب جامعي شاب بدأ عمل موقع في التواصل الاجتماعي علشان نتواصل سوا بس في جامعته يعني. بس هو الموقع ده دلوقتي هو فيسبوك. الموقع كبر بطريقة رهيبة وبقى فيه مليارات الناس بقت تستخدمه. بس احنا النهاردة مش جايين نحكي قصة مارك ولا قصة فيسبوك. مارك زمان بعد سنين من موقع فيسبوك بدأ يفكر في سؤال مهم جدا: ايه اللي بعد الموبايل؟ زمان الناس كانت بتستخدم الكمبيوتر، بس دلوقتي بقى الموبايل يعتبر اهم. فايه الخطوة اللي بعد كده والجاية؟ مارك بدأ يجاوب السؤال دوت بفكرة جديدة وهي الميتافيرس. الميتافيرس هي مش حاجة معقدة خالص، واكيد يا عبقري مش هسيبك كده لوحدك يعني، انا هشرح لك. الميتافيرس يعني عالم افتراضي كامل على الانترنت. بدل ما تمسك الموبايل وتشوف شاشة، انت هتخش جوه العالم دوت ذات نفسه. هتسألني ازاي نخش العالم ده؟ باستخدام نظارات الواقع الافتراضي اللي هي اسمها ال VR، زي اللي هي بتعملها شركة ميتا بلاتفورم اللي هي شركة مارك زوكربيرج. انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتلبس النضارة وبتحس بقى باللي حواليك، فالمخ بيحس ان في عالم حقيقي فعلا، فبتتحرك وبتقابل اشخاص وحاجات من كده، وانت اصلا جوه لعبة والعالم ده كله على الانترنت. تخيل معايا الحياة جوه العالم الافتراضي ده هتبقى عاملة ازاي. بدل ما تكلم صاحبك على الواتساب، انت ممكن تروح تقابله جوه العالم الافتراضي ذات نفسه. وبدل ما تروح المدرسة، انت ممكن تروح المدرسة جوه العالم الافتراضي وتقعد مع المدرسين. وكمان بدل ما تعمل اجتماع على برنامج زوم، انت ممكن تروح تقعد مع الاجتماع ده كله على الترابيزة الافتراضية. وبدل بقى ما انت تلعب وتحارب وتدوس على الزراير في الموبايل او في الكمبيوتر، انت تبقى جوه اللعبة ذات نفسها. في سؤال مهم وهو ليه مارك زوكربيرج عايز يعمل ده؟ ومن الاسباب اللي هو عايلها الحشيش تمام. هو ان شايف ان الانترنت الحالي هو ليه مستقبل تاني خالص. هو شايف مستقبل الانترنت ان الانترنت ده ذات نفسه هيبقى عالم احنا نقدر نخشه بذات نفسنا، بدل ما نتعامل مع الانترنت بشاشة بس. وان اللي احنا فيه دوت مجرد بداية، زي ما الناس زمان ما كانتش متخيلة الموبايل والشاشة دي اصلا، فاحنا دلوقتي مش متخيلين يعني ايه عالم كامل وعالم افتراضي. ومن الأسباب المالية إن مارك زوكربيرج شايف إن ده هيبقى اقتصاد كامل. يعني تخيل إن شخص ممكن يجيب لبس لشخصيته الافتراضية أو يجيب لعبة. فهو شايف إن التكنولوجيا الجاية هتبقى فيها اقتصاد، والشركات التكنولوجية هتكسب مليارات في الأيام اللي جاية. فخلينا نتكلم بصراحة شوية، هي إن البيتا فيرس ذات نفسها هتكلف فلوس كتير جدا، بس العائد بتاعها فلوس أكبر بكتير جدا. وكمان الشركة اللي هي هتعمل الميتا فيرس هتبقى شركة مسيطرة كلها على التكنولوجيا، زي ما ابل سيطرت على سوق الموبايلات. وكمان جوجل سيطر على البحث كامل، مفيش حاجة بنفسه ولا مايكروسوفت ايدج ولا اي حاجة تانية. فهو عايز مارك زوكربيرج ان شركته تبقى المسيطرة على الميتافيرس او على التكنولوجيا كاملة. وده بيفسر تغيير اسم مارك زوكربيرج شركته بدل فيسبوك الى ميتا بلاتفورم. بس في مشاكل زي ما اي حاجة بتقابلها مشاكل. في مشاكل كتير زي ان الناس قلقانة جدا من الفكرة دي، وممكن الناس تفضل العالم الرقمي عن العالم اللي هو الواقعي اصلا. فالناس قلقانة من الحوار ده جدا يعني. وهل يا ترى اللي هيمسك العالم ده هيبقى مين؟ هو هل هيبقى مارك زوكربيرج هو المتحكم في العالم ده، او شركة واحدة وهي ميتا بلاتفورمز هي اللي هتبقى المتحكمة في العالم ده، ولا ممكن يبقى فيه تدخلات؟
فده السؤال الجاي. دلوقتي لسه المشروع دوت في بدايته جدا، ومش عارفين هل ميتافيرس هي فعلا مستقبل الانترنت ولا كل الكلام ده مفيش. وشركات التكنولوجيا دلوقتي بتصرف مليارات الدولارات علشان تحقق المشروع ده، ومارك زوكربيرج هو اللي عايز يحقق المشروع دوت. دلوقتي السؤال ليك يا عبقري، لو عندك اختيار تعيش في عالم افتراضي في جزء من حياتك، ولا تفضل في العالم الواقعي او العالم اللي هو الحقيقي؟ اكتب لي في الكومنتات دلوقتي الإجابة. وبس كده يا عبقري، متنساش خليك فهمان. سلام.